نهاية حزينة للأمير هاري والممثلة الأمريكية المعتزلة ميغان ماركل بعد قصة حب كبيرة وبعد جواز دام لأكتر من 5 سنوات. طريقهم للانفصال الرسمي والطلاق الرسمي، وإن كان الانفصال موجود حاليا منذ عدة أشهر، تلاحظ بقوة إن هما الاتنين بيظهروا في مناسبات اجتماعية مختلفة، كل واحد بيظهر لوحده، ومعظم وسائل الإعلام الأجنبية بتتحدث بقوة عن وقوع الطلاق الرسمي. إيه اللي معطل وقوع الطلاق الرسمي ما بينهم؟ 3 شروط للأمير هاري لحدوث الطلاق. طب إيه هما ال3 شروط دول؟ أول حاجة إن هو يدفع لها مبلغ 80 مليون دولار. تاني شرط إن هي تحتفظ بحضانة طفلها. وتالت شرط، ده شرط معنوي، إن هي تحتفظ بلقب ضوقة ساسكس. طب إيه سبب الانفصال ما بينهم؟ وسائل الإعلام بتقول إن في ضغوط مادية بيواجهها الطرفين، إن هم عليهم تكاليف معاشتهم باهظة جدا، وفي الوقت نفسه هم اتعرضوا لخسارات مالية فادحة في عدة مشاريع تجارية دخلوا فيها ولكنها باءت بالفشل. طيب ايه الوضع حاليا؟ الوضع حاليا ان لو الامير هاري نفذ الشروط بتاعه يحدث الطلاق. طبعا مبلغ 80 مليون دولار صعب جدا ان الامير هاري يدفعهم بنفسه بدون مساعدة المقربين منه. طبعا كان في خلافات مع القصر الملكي، وكان خرج منه بسبب خلافات زوجته معاهم مع عائلته، ولكن الآن الأمير هاري بيحاول إن هو يوطد علاقته مع والده وشقيقه اللي هم رحبوا بحدوث الطلاق، وقالوا إن هم مستعدين إن هم يساعدوه بالمبلغ ويقدموا كافة أوجه الدعم له في حالة حدوث الانفصال. طبعا نهاية حزينة لقصة حب كبيرة، لكن بيحدث الأمر حتى في أفضل العائلات الملكية.